السلام عليكم يا دكاترة. إن شاء الله نشرح عمل الهيستولوجي على ملف الزتونة. الحمد لله الملف دلوقتي أنا عدلته على أساس مراجعة دكتور، اتنين دكتورة يعني. فبإذن الله لو وقع حاجات من الدكتورة دي خدتها من الدكتورة التانية، فبالتالي إن شاء الله الملف ما يخرجش منه. أول حاجة هنبدأ بالسيل ممبرين. أنا عندي صورتين. أول صورة اللي هي الصورة دي هتعرفها إزاي؟ هتلاقي خطين غامقين بينهم خط فاتح، ده السيل ممبرين. لأن أنت عارف إن السيل ممبرين عبارة عن تلاتة لاين، تلات خطوط، اتنين غامقين بينهم خط فاتح، تمام؟ فده سيل ممبرين. ده اول الصوره دي لو قال لك ايدنتيفاي هتقول له وان سيل ممبرين. السيل ممبرين بيحوط السيتوبلازم، تمام؟ فاكيد لو شاور لك بالسهم ده هيكون ايه؟ ده السيتوبلازم. طب الصوره دي كام سيل ممبرين؟ اتنين سيل ممبرين، ده سيل ممبرين وده سيل ممبرين. طب عرفت ازاي؟ لقيت خطين غم، خطين غم وبينهم خط فاتح، خطين غم وبينهم خط فاتح، يبقى ده سيل ممبرين وده التاني سيل ممبرين. اذا اتنين سيل ممبرين جنب بعض. فلو قال لك ايدنتيفاي هتقول له تو سيل ممبرين، تو ادجاسنت سيل ممبرين، اتنين سيل ممبرين جنب بعض. طب السهم الاحمر بيشاور على ايه؟ على مش ده سيل ممبرين بتاع خليه وده سيل ممبرين بتاع خليه، فالمسافه دي عباره عن مسافه ما بين الخليتين، يبقى نسميها ايه؟ انتر سيلولار سبيس، يعني مسافه بين خليتين. طب لو شاور لك على الحته دي السيتوبلازم بتاع الخليه دي ودي السيتوبلازم بتاع الخليه دي، والسهم الاحمر بيشاور على الانتر سيلولار سبيس. ولو قال لك ايدنتيفاي الصوره ككل هتقول له تو ادجاسنت سيل ممبرين. يبقى الصوره الاولى سيل ممبرين، الصوره الثانيه تو ادجاسنت سيل ممبرين. القوس بتاعك هتقول له ان السيل ممبرين عباره عن كام؟ 3 لاير، 3 طبقات، 3 لايرد ممبرين، 3 لايرد ممبرين، او نقول عليه تراي لاميلر. الاسهل قول 3 لايرد ممبرين. تعقد نفسك ليه؟ 3 لايرد ممبرين، 2 electron dense line separated by 1 electron ليوسنت لاين، تمام؟ اهو appear as 3 layered membrane، 2 electron dense line، اتنين خطين غامقين مفصولين بخط فاتح الكترون ليوسنت زون او لاين، تمام؟ بيقول لك الريد ارو يشاور لايه؟ الريد ارو احنا قلنا ان الريد ارو يشاور للانترسيلر سبيس، تمام؟ اليورو بقى يشاور لايه؟ للسيتوبلازم. طب بيقول لك الوظيفه بتاع السيل ممبرين مايكرو ترانسفير، ماكرو وبريزيرف. سهله سهله، صغير كبير بريزيرف، يحافظ. مايكرو ماكرو بريزيرف، مايكرو ماكرو بريزيرف، مايكرو ترانسفير، ماكرو ترانسفير، بريزيرف السيل شيب. الاورجانويد ده السيل ممبرين نون ممبرينس، اتق الله بقى اول واحد في الممبرينس اصلا اسمه سيل ممبرين، فاكيد ممبرينس، يبقى الاجابه هنا فولس. نخش على الوضع اللي بعده، ده الميتوكوندريا. هتعرفها منين؟ هتلاقي حاجه كده بيضاويه كده وطالع منها الكريستا، الشيلف لايك بروجيكشن دي اللي هي الكريستا. طب لو قال لك السهم الازرق بيشاور على ايه؟ على الاوتر ممبرين بتاعها. طب الاخضر بيشاور على ايه؟ على الانر ممبرين. طب الاحمر بيشاور على ايه؟ على الحته المنطقه البيضاء دي الماتريكس بتاعتها. طب الاصفر بيشاور على ايه؟ على الشيلف لايك بروجيكشن اللي هي الكريستا، اكتب له كريستا بس. يبقى لو قال لك ايدنتيفاي صوره ميتوكوندريا، البلو يشاور لايه؟ للاوتر ممبرين، اليورو يشاور لايه؟ للكريستا اهو. طب الريد بيشاور لايه؟ للماتريكس نفسها. طب الجرين بيشاور لايه؟ للانر ممبرين. طب لو بصيت كده هتلاقي نقط غامقه، ادي نقطه غامقه، نقطه غامقه، نقطه غامقه. النقط الغامقه اللي في قلب الماتريكس دي هي كالسيوم اند مغنيسيوم جرانيول، كالسيوم اند مغنيسيوم جرانيول. يبقى النقط الغامقه كالسيوم اند مغنيسيوم جرانيول. النقط السوداء او الغامقه اللي في الماتريكس دي كالسيوم اند مغنيسيوم جرانيول. ليه قلت على دي ميتوكوندريا؟ ابدا اتكلم عن التركيب، ان هي elongated، حاجه elongated او تبقى راوندد، تمام؟ structure formed of smooth outer membrane، smooth outer membrane ما عليهوش اي حاجه، وانر membrane عامل ايه؟ عامل folded into crystal، عامل كريستا. يبقى smooth outer membrane وانر membrane عامل كريستا. والماتريكس بتاعتي يبقى لما تيجي تكتب في الكومنت 3 نقط، elongated or rounded structure بيتكون من ايه؟ الراوندد structure او الالونجيتد ستراكشر ده بيكون من ايه؟ سموث اوتر ممبرين وانر ممبرين عامل كريستا والماتريكس، تمام؟ وظيفه الميتوكوندريا دي الباور هاوس اوف ذا سيل. سيبك من كلمه انرجي، دي غلطه، تمام؟ باور هاوس اوف ذا سيل يعني بيت الطاقه، باور هاوس اوف ذا سيل بيت الطاقه. الميتوكوندريا ممبرينس بقى مكونه من سموث اوتر ممبرين وانر ممبرين عامل كريستا، فعندها 2 ممبرين، فاكيد ممبرينس ونص، تمام؟ طب السايتس بتاعتها، في دكتوره اكدت على السايتس وقالت مهمه، موجوده في كل السيتوبلازم، في كل الخلايا،
في كل السيتوبلازم في كل الخلايا، بس لازم يكون بقى استثناء، في استثناء الار بي سيز لانها كرات الدم الحمراء ما فيهاش نواه اصلا، هيكون فيها ميتوكوندريا، فالار بي سيز مش موجود فيها ميتوكوندريا. والكيراتينوسايت، التيرمال كيراتينوسايت اللي هي اخر طبقه في الجلد اللي هي فيها كيراتين، الطبقه دي لو حطيت ايدك على ايدك مثلا، حركت ايدك كده، فانت قتلت شلت الملايين من الخلايا لانها طبقه ميته اصلا، فبالتالي ما فيهاش ميتوكوندريا. يبقى الار بي سيز والتيرمينال كيراتينوسايت ان ذا سكين، الار بي سيز والتيرمينال كيراتينوسايت في السكين. تيرمينال يعني الطبقه النهائيه، كيراتينو يعني فيها كيراتين، سايت يعني خلايا، تيرمينال كيراتينوسايت خلايا الطبقه النهائيه في الجلد، يعني خلايا اخر طبقه في الجلد. طب لو جالك الصورة دي فيها ثلاث حاجات، فيها تيوب محببة عليها نقط سوداء، يبقى دي مين؟ ده الار اي ار، الرف اندوبلازميك ريتيكولم. طب مين اللي حاجة اونلونجيتد كده وطالع منها كريستا، كريستا، يبقى كده دي الميتوكوندريا. طب مين دي؟ دي حاجات ما عليهاش حبوب، تيوبس بس ما عليهاش حبوب، او سيسترنا ما عليهاش حبوب، يبقى دي السموث، يبقى دي الرف ودي السموث، دي الرف اندوبلازميك ريتيكولم، دي السموث اندوبلازميك ريتيكولم. معاهم مين المطولة اللي بتبظ عليهم كده؟ الميتوكوندريا. يبقى ايدنتيفاي الريد ارو، لو الريد ارو هيشاور عليه على الميتوكوندريا. الكوز اللي احنا لسه قايلينه، اللونجيتد اور راوند ستراكشر بتتكون من سموث اوتر وانر ممبرين عامل كريستا، والجراوند سبستانس بتاعتي اللي هي الماتريكس. بعد كده الفانكشن بتاعتها باور هاوس اوف ذا سيل، بيت الطاقه. طب اليورو ارو كان بيشاور ايه؟ اليورو الاصفر كان بيشاور الحاجات المحببه دي، انابيب على حبوب، يبقى الار اي ار. طب لو قال لك الجرين السموث اي ار، الاس اي ار، عادي تكتب الاختصار عادي، تمام. طب المنشن الكوز، الاس اي ار بسبب ايه؟ معلش الكومنت رخم بتاعها شويه بس هنحفظه مع بعضينا. تي تورشواس تيبيول، تورشواس تيبيول معرجه، تورشواس تيبيول. سبايرال حلزوني، سبايرال اريز اوف هايلي فينستريتد سيسترنا. يبقى تاني تورشواس تيبيول، سبايرال اريز اوف هايلي فينستريتد سيسترنا، ودي سموث، يبقى اكيد سموث اوتر سيرفيس معلاش ريبوسوم. يبقى تي تورشواس تيبيول، سبايرال اريز اوف هايلي فينستريتد سيسترنا، سبايرال اريز اوف هايلي فينستريتد سيسترنا وذ سموث اوتر سيرفيس. طب الار اي ار كانت عباره عن ايه؟ عن تيوب مطوله النونجيتد ومتوازيه مع بعضيها، يبقى النونجيتد بارالل تيبيول. انت بتوصف اللي انت شايفه، السموث ما كان مش واضحه قوي، بس الار اي ار واضحه ان هي بارالل تيبيولز مطوله وموازيه لبعضيها، النونجيتد بارالل تيبيول، وعليها ايه؟ رف، يبقى عليها ريبوسومات with attached ribosomes للاوتر سيرفيس. هعيد تاني الكومنت بتاع الاس اي ار، كانت ايه؟ tortuous tubule spiral arrays of highly fenestrated cisterna with a smooth outer surface. تي tortuous tubule spiral arrays of highly fenestrated cisterna with a smooth outer surface. كفايه كده، انت اكيد زهقت. الار اي ار الرف كانت ايه؟ كانت بيزوفيليا وليس اسيتوفيليا. الاس اي ار كانت اسيتوفيليا وليس بيزوفيليا، بل جابتين فوق، لان الار اي ار الرف عليها ريبوسومات، والريبوسومات دي حمض، فبالتالي الحمض هيحب القاعده عشان يتفاعل معاه، فبالتالي الار اي ار بتكون بيزوفيليا وليس اسيتوفيليا. الاورجانيل ده نون ممبرينس، لا كانت ممبرينس عادي. الاندوبلازميك ريتيكولم من ضمن الممبرينس اورجانيت. الرف بتصنع بروتين، الرف عليها ريبوسومات فبتصنع بروتين، اما الاس اي ار بتصنع الليبيد اخت البروتين. بعد كده الصوره دي بتاع مين؟ جولجي، واضحه، شكله واضح. هتلاقي فيه ماكرو فيزيكال ومايكرو فيزيكال، ومايكرو وفلاتند فيزيكال. يبقى في ماكرو فيزيكال ومايكرو فيزيكال وفلاتند فيزيكال، اللي هم تحس شعر كده متني، حاجات متنيه، شعر كده ملزق في بعض ومتني. ومعاك ماكرو فيزيكال ومايكرو فيزيكال. وش جولجي، يبقى ايدنتيفاي جولجي كومبلكس. اليورو ارو بيشاور لايه؟ الفلاتند فيزيكال اللي هي ملزقه ببعضيها، السودا الملزقه ببعضيها ده الفلاتند فيزيكال، تمام. طب الريد يعبر عن ايه؟ كوره كبيره، ماكرو فيزيكال، تكون موجوده عند الترانس او الكونكيف فيس، تمام. طب المايكرو بتكون موجوده فين؟ بص اهو، المايكرو ايدنتيفاي الجرين فين؟ الجرين اهي كوره صغيره، يبقى دي مايكرو فيزيكال. موجوده فين؟ عند السيس فيس، لو هتنساها الاي مع الاي، المايكرو فيها اي مع السيس اللي فيها اي، تمام. عند الاماتيور الاي برضه مع الاي، اي ويز اي، تمام. المايكرو فيزيكال عند السيس، عند الاماتيور فيس، عند الكونفكس فيس. مش هتكتب ده كله، انت هتكتب مايكرو فيزيكال عند السيس فيس، وشكر الله سعيكم، بس انا حاطط لك الباقي برضه احتياطي لو سأل فيهم، تمام. السيس فيز هو نفسه الاماتيور فيز هو نفسه الكونفكس. لو هتنساها السيس فيها اس، كونفكس فيها اس، سيس فيز، اماتيور فيز، كونفكس فيز، التلاتة واحد. اما الترانس فيز هو نفسه الكونكيف هو نفسه الماتيور، عدل دي خلاها ماتيور.
الكوز بتاعك هتتكلم عن التركيب، كان عباره عن ايه؟ فلاتند فيزيكال، مايكرو فيزيكال، ماكرو فيزيكال. الفانكشن ايه؟ الفانكشن ان هو بيعدل على البروتين، بيعمل بروسيسنج، بيعدل بيعبيه، بيعمل له كونسنتريشن وباكجينج، ويعبيه في حويصلات في سكريتوري برودكتس. سكريتوري برودكتس هنفرزها ونطلعها بره شبه الانسولين. يبقى فلاتند فيزيكال، مايكرو فيزيكال، ماكرو فيزيكال. الفانكشن بتاعته بروسيسنج وكونسنتريشن باكجينج للسكريتوري برودكتس شبه الانسولين. الصوره دي سكه حديد، سكه حديد، سكه حديد، ده كان مين؟ الانيوليت لاميلي. طب عرفتوا مين؟ هتلاقي ستاكس عصيان، ستاكس، ستاك وستاك وستاك ستاكس ومتوازيه مع بعضيها، وفي قلبها بورز، وفي قلبها خرام سودا بورز، كومبلكس بور. يبقى اكيد دي مين؟ وش الانيوت لاميلي برضه اهي، اهي سكه حديد، سكه حديد وعليها بورز، البورز اللي هي السودا دي. يبقى مين؟ الانيوت لاميلي. ايدنتيفاي الانيوت لاميلي. الكومنت بتاعك، الكوز بتاعك هتقول له سيبك من كلمه ستاكس، سيبك من كلمه سنجل، معلش. ستاكس اوف بيرز اوف فالن ممبرين، انا شايف عصيان، يبقى هتقول له ستاك، عصايه، كذا عصايه، ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين. بارل ممبرين اغشيه متوازيه، عشان كده اصلا الانيوت لاميلي اخر واحد في الممبرين اصلا، لانه عنده ممبرين عادي. يبقى ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين، ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين. بي ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين بتحوط سبيس معين، اللي هي السبيس اللي حوالين النيوكليس، تمام، انكلوزنج سبيس. اهم نقطه بقى الاخرام، لازم تتكلم عن البورز. ترافيرزت مقطوعه باي سيركولار بور كومبلكس. سيركولار بور كومبلكس اهو، سيركولار عباره عن دايره، وبور كومبلكس شبه بتاع النيوكليس. ترافيرزت باي سيركولار بور كومبلكس على مسافات متساويه. اتريجولار انترفيرس. اعد تاني. ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين، ستاكس اوف بيرز اوف ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين، اغشيه متوازيه مع بعضها. ستاكس اوف بيرز اوف بارل ممبرين انكلوزنج سبيس بتحوط المساحه اللي حوالين النيوكليس، ومقطوعه ترافيرسد اهو بسيركولار بور كومبلكس، تمام، على مسافات متساويه. اتريجولار انترفيرس. الفانكشن بتاعته ان هو بيقول لك ممكن ملوش وظيفه، بس اكتشفوا ان هو ممكن يعمل يبقى ماسنجر فانكشن. كارينج ماسنجر فانكشن يعني بينقل رسائل، بينقل رساله من النيوكليس لبقيه الخليه. كارينج الانفورميشن، الرسائل، المعلومات من النيوكليس لبقيه السيلولوجين، تمام. بيكون باي ريفلينجنت بالال ام فعلا. النقطة دي مهمة. ال ام بتاعه بيكون باي ريفرنجنت ترو. بيكون ممبرينس اخر واحد في الممبرينس. انا اصلا بقول لك بيرز اوف بارل ممبرينس، تمام. بتحوط سبيس ترافيرسد باي سيركولار بور كومبلكس ات ريجولار انترفيل. الجدول ده مهم كده. احنا خلصنا الممبرينس اللي هو كان اولهم سيل ممبرين، اندوبلازميك ريتيكولم، راف او سموث، جولجي، ميتوكوندريا، اخر واحد انيوليت لاميلي. دول الممبرينس، احفظهم صم زي اسم. عيد تاني على السريع. الصورة دي كانت مين؟ سيل ممبرين. عرفتوا منين؟ تراي لاميلر ممبرين، او تقول لي اسهل 3 لايرد ممبرين. 3 لايرد ممبرين، وتبدا توصف في الثلاثه لاير دول. اتنين الكترون دينس لاين سيبريتد باي الكترون ليوسنت لاين بس. وده مين؟ ده السيتوبلازم الفاتح ده. طب ده الصوره تعبر عن ايه؟ عن اتنين سيل ممبرين. لازم تكتب لي اتنين سيل ممبرين جنب بعض، والمسافه اللي ما بينهم اللي بنشاور عليها بسهم احمر الانتر سيلولار سبيس، تمام. ولو شاور لك على ده السيتوبلازم، وده السيتوبلازم بتاع الخليه الثانيه. طب الفانكشن مايكرو ترانسفير. مايكرو ترانسفير بيدي الخليه شكلها، بريزيرف السيل شيب، بيحافظ على شكلها. طب دي مين؟ ده الميتوكوندريا. تعرفها منين؟ هتلاقي حاجه مطوله وطالع منها كريستا، تمام. الازرق بيشاور على الاوتر ممبرين، الاخضر على الانر ممبرين، الاحمر على الماتريكس نفسها، الاصفر على الكريستال اللي طالعه. طب الحويصلات الغامقه لو شاور لك عليها دي الكالسيوم، دي الكالسيوم اند مغنيسيوم جرين. الكومنت بتاعك elongated around structure بتتكون من سموث اوتر وسموث اوتر ممبرين وانر ممبرين عامل كريستا، والجراوند سبستانس بتاعتي اللي هي الماتريكس. الوظيفه باور هاوس اوف ذا سيل، بيت الطاقه. هي ممبرينس، ايوه ممبرينس، موجوده في كل الخلايا في كل مناطق في السيتوبلازم ولوفر زي السيتوبلازم بس مش في كل الخلايا. استثني بقى، معلش، لازم نستثني، لازم يكون في استثناء لكل قاعده شواذ زي ما بيقولوا، ما عدا الار بي سيز والتيرمينال كرياتينوسايت. خلايا طبقه الكرياتين النهائيه في الجلد، اخر طبقه من الكرياتين في الجلد ما فيهاش ميتوكوندريا والار بي سيز. يبقى الار بي سيز والتيرمينال كرياتينوسايت ان ذا سكين. طبعا على كده هنروح الصوره دي مهمه. تعبر عن ايه؟ عن ميتوكوندريا والرف اندوبلازميك ريتيكولم اللي بالاصفر، والاخضر اللي سموث، تمام. قلت ميتوكوندريا سموث اوتر ممبرين، انر ممبرين عامل كريستا، وجراوند سبستانس اسمها الماتريكس. الوظيفه باور هاوس اوف ذا سيل. الاصفر كان ايه؟ الار اي ار، الاخضر اس اي ار، تمام. ما تحفظش طبعا الالوان، احنا اتعرفنا عليهم. المنشن الكوز الاس اي ار tortuous tubule tortuous tubule tortuous tubule spiral arrays tortuous tubule spiral arrays of highly fenestrated cisterna tortuous tubule spiral arrays of highly fenestrated cisterna وسموث اي ار يبقى سموث اوتر سيرفيس، تمام. اما الار اي ار كانت elongated parallel tubule اهي متوازيه ومطوله، تمام، عليها ريبوسومات من بره، تمام. الار اي ار
عذرا. الار اي ار اسيتوفيليا لا بيزوفيليا فولس. الاس اي ار بيزوفيليا لا اسيتوفيليا. هي ممبرينس وليس نون ممبرينس، يبقى الثلاث اجابات فولس. تمام. الار اي ار كانت ايه؟ الرف عليها ريبوسومات يبقى بتصنع بروتين، اما الاس اي ار بتصنع ليبيد. طب ده مين؟ صورة الجولجي واضحة. الأخضر بيشاور على حاجة صغيرة، كور صغيرة مايكرو فيزيكال. طب الأصفر بيشاور على على الفلاتند فيزيكال. الأحمر بيشاور على الماكرو فيزيكال. تمام. المايكرو كانت موجودة فين؟ عند السيس اللي هو الإماتيور اللي هو كونفكس. أما الماكرو عكسها. الكوز فلاتند فيزيكال، مايكرو فيزيكال، ماكرو فيزيكال. الفانكشن بروسيسنج، كونسنتريشن، باكجينج، سكريتور برودكتس شبه الأنسل. سكه حديد الانيوت لاميلي، سكه حديد الانيوت لاميلي. تمام. وفي خرام من النقط السوداء دي. هتقول لي ايه؟ استكسع. انا شايف عصيان، انا شايف عصيان اوف بيرز اوف بارالل ممبرين، اوف بيرز اوف بارالل ممبرين بتحاوط سبيس معين مقطوعه ببورز سيركولار بور كومبلكس على مسافات متساويه ات ريجولار انترفيرس. طب الوظيفه باسنجر فانكشن، بينقل المعلومات الانفورميشن من النيوكليس لبقيه المناطق بتاع الخليه. ال ام كان بيبقى ايه؟ باي ريفرنجنت ترو. تمام. هو ايه؟ ممبرينس، اخر واحد في الممبرينس. بعد كده يا دكاترة الصورة اللي بعد كده عن السيل ممبرين، عن التوتوريال بتاع السيل ممبرين. عندك 3 صور. أول صورة هتلاقي إن السيل ممبرين بيبدأ يعمل بيت حفرة، بعد كده البت دي بتكبر بتخش لجوه البت، بعد كده البت بتتحول لفيزيكل حويصلة. الحويصلة دي كانت متصلة مع السيل ممبرين، بعد كده انفصلت عن السيل ممبرين، بيسموها كوتد فيزيكل. كوتد ليه؟ لأنها حواليها حاجات سوداء متغلفة بحاجات سوداء، كوتد فيزيكل. يبقى انا كان عندي البت بقت عميقه، بعد كده بقت كوتد فيزيكل، الكوتد فيزيكل انفصلت ودخلت جوه في قلب السيتوبلازم. الطريقه دي اسمها ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزيس. ليه يسموها اندوسيتوزيس؟ لان الماده او الحاجه دي الحفره دي بعد كده بتعمل كوتد فيزيكل، فيزيكل بتخش جوه يعني ايه؟ يعني اندو، فيسموها اندو سايتو. سايتو يعني جوه الخليه، عمليه الاندوسيتوزيس. بس عن طريق ايه؟ ميدييتد يعني عن طريق الريسبتور، اتعملت عن طريق الريسبتورز اللي موجوده على السيل ممبرين. يبقى الطريقه اسمها ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزيس، يعني اندوسيتوزيس اتعمل عن طريق الريسبتور، يبقى ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزيس. طب قول لي الكوز، هو اتعمل عن طريق الريسبتور، هو اندوسيتوزيس اتعمل عن طريق الريسبتور، يبقى اكيد الريسبتور. هنبدا بالريسبتور. اتعرفت اكيد الريسبتور، بتروح مثلا الريسبتور بتاع الانسولين تروح تتعرف على الانسولين. ينفع تتعرف على الجلوكاجون؟ لا. يبقى الريسبتور بتتعرف على ماده معينه، على سبيسيفيك مولكيول. اللي بيرتبط بقى بالريسبتور بنسميه لايجند. يعني لو عندي جزيء انسولين راح ارتبط بالريسبتور بتاعه، جزيء الانسولين بنسميه لايجند. بعد كده يكونوا البت بعد كده تكون كوتد فيزيكل تخش جوه الخليه. طالما دخلت جوه الخليه عشان كده سميناها اندوسيتوزيس، وتمت عن طريق مين؟ الريسبتور. فالطريقه اسمها ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزيس. يبقى الريسبتور اتعرفت على سبيسيفيك مولكيول بنسميه اللايجند، بعد كده كوننا والبت بقى كونت كوتد فيزيكل. افتكرها بت لابسه كوت، بعد كده كوتد فيزيكل. بعد كده عندنا الباينوسيتوزيس. الباينوسيتوزيس يعني الخليه بتشرب. تفتكروا من البانيو يبقى باينوسيتوزيس يعني الخليه بتشرب. عندك صورتين هتلاقي فيه كده زودوبوديا، صوره فيها زودوبوديا وصوره فيها حفرتين، حفره وحفره، حفره وحفره. باين ان الحفره دي صغيره، اما الحفره اللي اتكونت هنا، الفيزيكل اللي اتكونت هنا كبيره، يبقى دي فيزيكل صغيره، دي فيزيكل كبيره. فعشان كده بس الاتنين باينوسيتوزيس. الصورة الأولى هتلاقي إن الحويصلة صغيرة فسميناها مايكرو باينوسيتوزيس، أما هنا الحويصلة اللي اتكونت في الآخر دي كبيرة فسميناها ومعاها مية كتير ماكرو باينوسيتوزيس. يبقى الصورة الأولى اللي هي دي مايكرو باينوسيتوزيس، أما الصورة دي ماكرو باينوسيتوزيس. طب هنكتب في الجزء ايه؟ هنوصف اللي حصل في الصورة الأولى. السيل ممبرين دخل لجوه، كلمة دخل لجوه يعني عمل انفاجينيشن، انفاجينيت لجوه، دخل لجوه. يبقى السيل ممبرين عمل انفاجينيشن. عمل انفاجينيشن ليه؟ تو ابتيك الفلويد، عشان ياخد فلويد، عشان يشرب، عشان ياخد فلويد. طب خده عن طريق ايه؟ عن طريق مايكرو باينوسيتيتك فيزيكل. مايكرو لان الفيزيكل بتاعته صغيره، باينوسيتيتك لان العمليه اسمها باينوسيتوزيس، فالفيزيكل اللي موجوده فيها بنسميها باينوسيتوتك. يبقى مايكرو باينوسيتيتك فيزيكل. بس يعني اهو سمول انفاجينيشن اوف ذا سيل ممبرين، انفاجينيشن صغير، حصل انفاجينيشن صغير من السيل ممبرين. اهم حاجه كلمه انفاجينيشن. تمام. عشان ياخد الفلويد، يعمل كولكشن للفلويد ويدخله عن طريق ايه؟ عن طريق مايكرو باينوسيتيتك فيزيكل، مايكرو باينوسيتوتك فيزيكل. اما هنا السيل ممبرين كون ايه؟ عمل ايه؟ حاجه اسمها اندليوتنج ممبرين، اندليوتنج ممبرين، او الافضل وريح دماغك قول بروسيس زايده، طلع حاجه زياده كده بروسيس، او ممكن تقول زودوبوديا، التلاتة واحد بس الافضل زودوبوديا، او تقول بروسيس وريح دماغك، قول الاسهل بالنسبه لك بروسيس.
البروسيس ده عمل كابتشر لووتر دروبلت، لقطرات من الميه، اثر حبس جواه، حبس جواه الميه عن طريق ايه كده؟ فيزيكال كبيره، يبقى ماكرو باينوسايتوتيك فيزيكال. عاوز تقول اندريوتنج ممبرين قول، عاوز تقول بروسيس وتريح دماغك قول بروسيس. بروسيس from the cell membrane capture droplet of water، اثر حبس شويه ميه ودخلهم عن طريق ماكرو، طالما دي ماكرو باينوسايتوزس يبقى ماكرو باينوسايتوتيك فيزيكل، والعمليه اسمها اندوسايتوزس. بعد كده الصوره دي صوره ايه؟ هتلاقي نقط كده، نقط سودا كتير في قلب الخلفيه بتاعتك، دي صوره الريبوسومات، بس دي فري رايبوسوم مش اتاتشد. الاتاتشد اللي هي دي، الاتاتشد اللي هي بتكون عند الاندوبلازميك ريتيكولم، عند الرف اندوبلازميك ريتيكولم. الرف عباره عن اندوبلازميك ريتيكولم عاديه بس مسك فيها رايبوسومز. اما دي الفري رايبوسوم، رايبوسومات حره مش ماسكه بالاندوبلازميك ريتيكولم، مش ماسكه بعصيان، مش ماسكه بتبيول، بنسميها فري. بتنقسم لحاجتين، حاجه عامله شبه الورده روزت لايك شيب او روزت شيب، عامله شبه الورده، وحاجه نقط كده، نقط لوحديها، قاعده لوحديها، قاعده لوحديها، قاعده سنجل، فبنسميها اللي عليها سهم ازرق ده سنجل رايبوسوم. اما ده متجمعين كذا رايبوسوم كذا، او كلمه عديد معناها بولي، يبقى بولي رايبوسوم. مش هنقول بولي رايبوسوم، لا اسمها بوليزوم، ما تقولش رايبو، قول بوليزوم على طول احسن. يبقى دي البوليزوم اللي هي عامله روزت لايك، ودي الفري رايبوسوم. اما الصوره دي تعبر عن ايه؟ انابيب اهي وماسك فيها ريبوسومات، يبقى رف اندوبلازميك ريتيكولم ويز اتاتشد ريبوسومز، رف اندوبلازميك ريتيكولم وماسك فيها ريبوسومات زي ما انت شايف. يبقى الصوره الاولى رف اندوبلازميك ريتيكولم ار اي ار ويز اتاتشد ريبوسوم. اما الصوره الثانيه اللي هي دي عباره عن فري ريبوسوم. بين قوسين اكتب كده سنجل اور بوليزوم، لا نعدل دي نخليها سنجل اور بوليزوم، لا اما تكون سنجل لا اما تكون بوليزوم. هتوصف اللي انت شفته. بالنسبه للصوره الاولى، معلش اعكسوا الكوز هنا، اعكسوا الكوز هنا، يعني الكوز الاول ده بتاع الصوره الثانيه والكوز الثاني بتاع الصوره الاولى. بالنسبة للقوس بتاع الصورة التانية هتقول ان هي ابير از جرانيولز غامقة. انت شايف ايه؟ جرانيولز غامقة بتكون ايه؟ مكورة، سفيريكال جرانيول. يبقى الكترون دنس يعني غامقة، الكترون دنس يعني غامقة، دنس حاجة دنس يعني غامقة. الكترون دنس سفيريكال، سيبك من البسويدال، الكترون دنس سفيريكال، كور اهي سفيريكال جرانيولز، اللي ممكن تكون فري او ممكن تكون بوليزوم، مفيش اسهل من كده. والبوليزوم دي اللي بتبقى روزيت شيب واخدة شكل الوردة. يبقى هنعيد تاني، appear as electron dense spherical granule اللي ممكن تكون فري ريبوسوم او بوليزوم اللي واخده الروزيت شيب. بعد كده الصوره بقى اللي هي الاولى، الكومنت بتاعها احنا قلنا نبدل بقى، هيكون ايه؟ طالما دي رف اندوبلازميك ريتيكولم يبقى نقول الكومنت بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وعليها ريبوسومات يبقى نقول الكومنت بتاع الريبوسومات. الكومنت بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكولم elongated parallel tubule، ادي تبيول انابيب اهي مطوله متوازيه elongated parallel tubule عليها ريبوسومات with attached ماسك فيها ريبوسومات، اللي احنا وصف الريبوسومات ايه؟ electron dense spherical granule، تمام؟ called ribosomes، ماسكه فين؟ على السيتوبلازميك سيرفيس. نعيد الكومنت تاني، elongated parallel tubule with attached electron dense spherical granule اللي هي الريبوسومات called ribosomes، ماسكه فين؟ على السيتوبلازميك سيرفيس. طب الفانكشن، الفري ريبوسوم مختصه بتصنيع البروتينات بتاع الخليه، ممكن نقولها عليها سيلولار بروتين، اللي انا هبني بيها الاورجانويد لما الخلايا تيجي تنقسم. من الاخر قول لي الفري ريبوسوم مختصه بتصنيع البروتين اللي المهم للجروس والبيلدينج بتاع الاورجانويد، لنمو الخليه وبناء العضيات، لان الخليه لما تيجي تنمو هتنقسم وتنقسم، فبالتالي محتاجه تكون خليه جديده فتكون لها عضيات، فبتستخدم الفري ريبوسوم عشان تكون لها العضيات الجديده. يبقى الفري ريبوسوم مختصه بتكوين البروتين اللي المهم في الجروس والبيلدينج للسيل اورجانيزم. عاوز تقول السيلولار بروتين انجز نفسك، concerned with synthesis of cellular protein يعني بروتين الخلية. أما الرف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هي رقم واحد with attached ribosome مهتمة أو concerned معنية بتصنيع البروتين اللي هفرزها أو البروتينات اللي هتبقى على الممبرين اللي بنسميها انتجرال بروتين اللي انت واخدها في الفسيولوجي، أو البروتينات اللي هتتحط في قلب اللايسوسومات اللي هي الإنزيمات، يبقى storage as لايسوسوم. الرف اندوبلازميك ريتيكولم هي والاتاتشد ريبوسوم اللي عليها بيصنعوا البروتين ده بيروح لجولجي، جولجي يقعد يعدل عليه ويعبيه في حويصلات، الحويصلات اما تخرج بره الخليه
تمام، او اما تفضل في الخليه وتشتغل كلايسوسومات، او تفضل بين البنين واقفه على السيل ممبرين كانتجرال بروتين. دي القصه بقى. يبقى الاتاتشد ريبوسوم اللي هي الار اي ار ويز اتاتشد ريبوسوم بتعمل ايه؟ سينسز اوف بروتين فور سكريشن، اللي هفرزها بره، او ان هي تشتغل كلايسوسومات انترسيلولار ستورج از لايسوسوم، تتخزن جوه الخليه كلايسوسومات، او تكون موجوده على الممبرين بنسميها كانتجرال بروتين. السؤال ترو فولس بيقول لك ان هي الريبوسومات دي بتتصنع في قلب النيوكليس، لا في قلب النيوكليولاس، في قلب النواه. غلط. الاورجانيل هي ممبرينس، لا هي اول واحده اصلا في النون ممبرينس. الريبوسومات نون ممبرينس. تمام. البلو ارو كان بيشاور ليه دي السنجل. اما الريد كان بيشاور لايه؟ للروزت لايك شيب دي اللي هي البوليزوم. طب الصوره اللي قدامك دي كاتب لك فيها 13، معناها 13 بروتو فيلامنت. الفيلامنت بيكون التيبيول، الفيلامنت الخيط بيكون انبوبة تيبيول، فاكيد اللي قدامك دي مايكرو تيبيول بس متاخد فيها كروس سيكشن، او الافضل اقول عليه ترانسفيرس سيكشن، تي اس ترانسفيرس سيكشن. يبقى دي مايكرو تيبيول تي اس ترانسفيرس سيكشن، لان الانبوبه لما اخد فيها قطاع ترانسفيرس هتبان ان هي دايره، فعشان كده هي باينه دايره. الكوز بتاعك هيكون ايه؟ انا شايف كور ليس دنس، يعني فاتح ليس دنس كور، وبعد كده اتكلم عن الوول، وول كومبوزد اوف 13 بروتو فيلامنت متنظمين في شكل حلزوني سبايرال فاشون. يبقى لما عملت ايدنتيفاي لقيت ان ده ترانسفيرس سيكشن في المايكروتوبيول. تمام. القوس بتاعي ليس دنس سنترال كول، في كول في النص، سنترال كول في النص فاتح ليس دنس. عاوز تقول ليس دنس، عاوز تقول ليوسنت براحتك. ووول بعد كده انت اتكلمت عن الكور، بعد كده اتكلم عن الوول اللي بيحوط الكور ده. الوول مكون من 13، هو كاتبها لك اصلا 13 بروتو فيلامنت متنظمين في شكل سبايرال حلزوني. الصورة دي عاملة، شفت البصيلات بتاع الشعر، الصور اللي بيعرضوها في الاعلانات عن الشعر عاملة شبه بصيلات الشعر كده. دي برضو مايكرو تبيول، بس دي لونجيتيودنال سيكشن، عشان كده هي باينة اكنها حاجات بالطول، خطوط او انابيب بالطول. دي المايكرو تبيول، بس ايه؟ ال اس لونجيتيودنال سيكشن. اهم من كلمه مايكرو تبيول انك تكتب له ال اس لونجيتيودنال. انت لازم تكتب الاثنين، بس مهم جدا انك تكتب لي لونجيتيودنال سيكشن. ودي برضو مايكرو تبيول، باينه ان هي انابيب، برضو خطوط انابيب، فبالتالي لونجيتيودنال سيكشن. اما لو باينه ان هي كده دايره يبقى دي ترانسفيرس سيكشن، مايكرو تبيول ترانسفيرس. طب الكوز بتاعك هتقول لي لونج، انا شايف حاجات طويله اهي، ستريت مستقيمه مش متفرعه، لونج ستريت سلندر مواسير انابيب، سلندر يعني انبوبه اسطوانه، لونج ستريت سلندر اس اس ال اس اس، لونج ستريت سلندر، لونج ستريت سلندر. اخر مره لونج ستريت سلندر ستراكشرز. تمام. الاستراكشر دي مختلفه في الطول، تمام، هي طويله بس مختلفه في الطول، ولكن القطر واحد with uniform diameter موحد، كلهم لهم نفس الدايمتر لكن الطول مختلف. يبقى ال اس بتبان ازاي؟ لونج ستريت سلندر سيبك من نون برانشد ستراكشر، مختلفه في الطول ولكن لها قطر واحد يونيفورم دايمتر. لو قال لك كومبليت المايكروتوبيول بتتكون من ايه؟ من ماده اسمها التيوبلين، تيوبلين. تمام. بروتين اسمه تيوبلين بروتين، عباره عن ايه؟ الفا وبيتا، له نوعين الفا وبيتا تيوبلين. طب الفانكشن بتاعتها المايكروتوبيول والمايكرو فيلامنت كانوا بيخشوا في تكوين السيتوسكيلتون، والمايكروتوبيول كانت بتعمل الميتوتيك سبندل المايكروتوبيول كانت بتعمل الميتوتيك سبندل، والميتوتيك سبندل تفكرك بالسنتريول، لان الميتوتيك سبندل كانت بتطلع من السنتريول، او بالاخص من منطقه حوالين السنتريول. تمام. يبقى فورميشن اوف سيتوسكيلتون، الميتوتيك سبندل والسنتريول، وزود عليهم الاكزونيم بتاع السيليا والفلاجيلا، او الشيفت بتاع السيليا والفلاجيلا. اكتب اللي تقدر عليه، يعني انت لو كتبت له 2 3 هتاخد الدرجه. فورميشن للسيتوسكيلتون والسنتريول والميتوتيك سبندل كفايه. بيقول لك ان هي بتبان زي ابير اس فيلامنت، او بيبانوا خطوط او فيلامنت خيوط باي اميون فلورسنت تكنيك، بستخدم انتي بودي ضد البروتين اللي بيكونها اللي هو التوبولين. صح. بقوم جايب انتي بودي يروح يمسك في البروتين اللي بيكون الميكروتوبيول. مين ده البروتين ده؟ اللي هو التوبولين. فبالتالي الانتي بودي ده بيكون مشع، فبالتالي بينور فتظهر لك ان هي خطوط. تمام. تظهر بقى الميكروتوبيول شكلها زي ما انت شايف ان هي خطوط، بالذات في اللونجيتيودنال سيكشن. طب الصورة دي تعرفها منين؟ لو لقيت 3 دواير على الطلف، 3 دواير، ادي الاولى ادي التانية ادي التالتة،
يبقى دي السنتريول. تلاتة افتكر الكلمة الكبيرة السنتريول. طب لو لقيت اتنين على الطرف، يبقى دي الكلمة الصغيرة السيليا. لو اتنين سيليا، لو تلاتة سنتريول. يبقى اتعرفت على الصورة دي ان السنتريول مع ترانسفيرس سيكشن. مهم تكتب ترانسفيرس سيكشن، سنتريول ترانسفيرس سيكشن. اللي في النص مين ده؟ ده السنترال هاب اللي مشاور لك عليه بسهم اخضر. طب اللي مشاور لك عليهم بالازرق دول التريبلت التسعة تريبلت. التسعة تريبلت ادي تريبلت وتريبلت وتريبلت لما تيجي تعدهم كده هتلاقيهم 9. السنترال هاب، الهاب اللي في النص ده اكيد هيطلع منه ايه؟ عصيان، سبوكس راح تمسك في التريبلت، فالاحمر بيشاور على السبوكس. يبقى لما يسالك على البلو بيشاور على ايه؟ على الحاجات اللي على الطرف دي. مين؟ التريبلت التسعة تريبلت مايكروتوبيول. طب الجرين بيشاور على ايه؟ مش مايكروتوبيول اللي في النص، مش مايكروتوبيول اللي في النص اسمه سنترال هاب، شبه الحاجه اللي في كاوتش العربيه، الهب اللي في كاوتش العربيه او كاوتش العجله، سنترال هاب. بعد كده كاوتش العربيه او كاوتش العجله بيطلع منه السلوك دي اللي هي سبوكس. تمام. يبقى الريد بيشاور على ايه؟ على الراديال سبوكس بيكونوا عددهم 9 برضو. ليه؟ لان انا معايا 9 تريبلت، فبالتالي من كل تريبلت هيطلع سبوك، فبالتالي يكون عندي 9 سبوكس. طب السنتريول ايه لازمته؟ بيكون المايكروتوبيول، لانه في منطقه حواليه بيطلع منها المايكروتوبيول، وانت عارف ده من ايام الثانوي عشان انفصال الكروموسومات والكلام ده. بلس ان السنتريول ده بيروح يكون السيليا والفلاجيلا. يبقى بيكون 3 حاجات: الميتوتيك سبندل والموتايل ستراكشر شبه السيليا والفلاجيلا. ميتوتيك وموتايل ستراكشر، ميتوتيك وموتايل ستراكشر شبه السيليا والفلاجيلا. وطبعا هو نون ممبرينس، ده من ضمن النون ممبرينس، حتى افتكر مكانه كان موجود في محاضرات النون ممبرين. والصورة اللي انت شايفها دي البروكسيمال اند، لها عندها كارتوير ابيرنس، شكل العجله ان في سنتر هاب وطالع منها بوكس. تمام. اما بقى الديستال عندها اوكتوجونال ستراكشر، الديستال عندها اوكتيجونال، تي مع تي، الديستال فيها اوكتيجونال ستراكشر، ده صح. لما تيجي يقول لك الكوز هتوصف اللي انت شايفه. يبقى انا شفت سنترال هاب طالع منه 9 ريديالس بوكس عاملين كارتوير ابيرنس، وده عند البروكسيمال اند. وعندي برضو 9 تريبلت. يبقى لما يجي يقول لك ايدنتيفاي السنتريول ترانسفيرس سيكشن، الفانكشن فورميشن ميتوتيك وموتايل، ميتوتيك سبندل وموتايل ستراكشر شبه السيليا والفلاجيلا. تمام. طب الكوز، الوول بتاعها هتبدا تتكلم عن الوول اللي بره الاول، ان الوول مكون من 9 تريبلت. نقطه مهمه جدا، اصل السيليا بتتكون من دوبلت وليس تريبلت، فلازم النقطه دي تكتبها، مهمه جدا. 9 تريبلت مايكروتوبيول. انا بوصف اللي انا شايفه. تمام. بيحوطوا سنترال ليومن، بيحوطوا اليومن في النص اهو. اليومن ده بقى في ايه؟ في البروكسيمال اند. البروكسيمال اند بتاع اليومن فيها كارتويل ستراكشر، حاجه عامله شبه عجله العربيه، كارتويل ستراكشر. تمام. مكونه من ايه؟ من سنترال هاب. السنترال هاب بيطلع منها ايه؟ 9 راديالس بوكس. اعيد تاني، عندي الوول مكون من 9 تريبلت. تمام. الوول ده بيحوط لي اليومن ده البروكسيمال اند بتاع اليومن في قلبها كارتويل ستراكشر مكونه من سنترال هاب و9 راديالس بوكس. تمام. طب دي البروكسيمال اند. طب الديستال اند فيها ايه؟ اوكتوجونال ستراكشر. يبقى لما يجي يقول لك الديستال اند اوف اليومن there is اوكتوجونال ستراكشر يبقى ترو. الاورجانيل ده نون ممبرينس، ترو. طب الصورة دي ابص بره الاقي اتنينات دوبلت، طالما 2 يبقى افتكر الكلمة الصغيرة يبقى السيليا، لو 3 يبقى السنتريول. يبقى الصورة اللي قدامي ده الشيفت بتاع السيليا. ما ينفعش تكتب سيليا بس، اكتب الشيفت بتاع السيليا. طب ليه تكتب الشيفت؟ لان السيليا ككل لسه في حاجات اكتر، في حاجة اسمها الروتلس والبيزال فوت مش واضحين في صورة الاي ام، فبالتالي ما ينفعش تكتب سيليا بس، ده الشيفت بتاع السيليا. طب مين اللي في النص ده؟ السنجلت التو سنجلت مايكروتوبيول. تمام. اما كان في السنتريول، كان السنتريول عنده سنترال هاب، ما كانش عنده مايكروتوبيول، عنده سنترال هاب. اما السيليا عندها تو سنجلت، 2 سناجل قاعدين مع بعضهم، وعندها على الطرف اللي انا بشاور لك عليه بازرق ده الدوبلت، 9 دوبلت مايكروتوبيول. يبقى 2 سنجلت مايكروتوبيول، 9 دوبلت مايكروتوبيول. طب 2 سنجلت هيطلع منهم ايه؟ رايح يمسك في الدوبلت اكيد الراديالس بوكس اللي بشاورلك عليها باورنج. طب لو شاورلك بخط احمر على ده الجزء ده مين؟ ده الانتر دوبلت لينك. يعني مش دي دوبلت ودي دوبلت ودي لينك ما بينهم، فنسميها انتر دوبلت لينك. مفيش اسهل من كده.
واللي بره بقى، اللي يمت بره، بيكون ده حاجه اسمها الدايانين ارم، بيربط برضه، يبقى حاجه من جوه انتر دوبلت لينك، اما حاجه من بره اللي هي الدايانين ارم. فصصنا الصوره كده. لما اجي ابص في الصوره دي برضه هقول ايه؟ هلاقي اتنينات، اتنينات، يبقى دوبلت، يبقى افتكر الكلمه الصغيره، يبقى السيريا. ينفع اكتب سيريا بس؟ لا، الشيفت اوف سيريا. يبقى هنا الشيفت اوف سيريا، ده شيفت وده شيفت وده شيفت وده شيفت، اما هنا كان مكبر على شيفت واحد. الكوز بتاعك هتبدا تتكون عن التركيب بتاع الشيفت. ممكن ما تكتبش البيزل بادي لانه مش باين في الصوره اصلا، تمام؟ البيزل بادي اللي هو السنتريول مش باين. فانت قلت ان ده شيفت، ابدا اتكلمنا عن الشيفت، التركيب بتاع الشيفت. غش من الصوره، غش بشرف. عندي اتنين سنجلت في النص، اتنين سنجلت مايكرو تيبيول متحوطين بسلندريكال شيس. هو مش واضح. اتنين سنجلت سراوند اتنين سنجلت سراوندد بسلندريكال شيس. وعندي الوول من بره مكون من 9 دوبلت وليس تريبلت، عشان دي مهمه جدا. يبقى 9 دوبلت مايكرو تيبيول. التسعه دوبلت مايكرو تيبيول مربطين مع بعضهم بانتر دوبلت لينكس. يبقى سيبك من حتة البيزل بادي دي، هتبدأ من أول، عذرا، هتبدأ من أول. الشيفت از فورمد اوف، بيتكون من ايه؟ باتنين سنجلت في النص حواليهم سلندريكال شيس، وعندي ايه؟ 9 دوبلت على الطرف، الوول فيه 9 دوبلت، بينهم ايه؟ انتر دوبلت لينك. مفيش اسهل من كده. وظيفة السيليا ايه؟ ان هي بتعمل سبريدنج لسين فيلم او فلويد. يا عم سبريدنج لسين فلويد، لفلويد، سبريدنج للفلويد اور ميوكس، سبريدنج للفلويد اور ميوكس، لا فلويد لا ميوكس، على السيل سيرفيس. هي ما بتبقى موجوده على السيل سيرفيس، فبتفرد الميوكس ده او الفلويد ده على السيرفيس بتاع الخليه عن طريق ريزمة بيتنج ان وان دايركشن، ان هي بتقعد تتحرك في اتجاه واحد. ريزمة بيتنج ان وان دايركشن، حركه منتظمه في اتجاه واحد. يبقى سبريدنج لفلويد او ميوكس على السيل سيرفيس عن طريق ريزمة بيتنج ان وان دايركشن. طبعا لو غاب الداينين ارم هنعمل اموتايل سيليا اللي هي كارتيجنر سندروم، اللي هو السبق اللي انت اخدته. فلو غابت الداينين ارم اللي هي هنا دي، الداينين ارم، فبالتالي هيحصل كارتيجنر سندروم. او يا عم اكتب لي اموتايل سيليا، يعني السيليا مش هتتحرك، ان المفروض ان هي بتتحرك عشان تفرد الفلويد او الميوكس. نسينا الكومبليت ده. موجوده فين انهي ابيثيليوم؟ بتاع الريسبيراتوري طبعا، وبتاع الجينيتال تراكت. الريسبيراتوري عشان تطرد تفرد الميوكس اللي هو، اسف في اللفظ، اللي هو البلغم ده، فموجوده في الريسبيراتوري. في نفس الوقت عشان تحرك البويضه في قناه فالوب، فموجوده في الجينيتال تراكت. الجرين ارو بيشاور لايه؟ للسنجلت. طب البلو بيشاور لايه؟ للدوبلت. طب بس قول لي 2 سنجلت مايكرو تيبيول، 9 دوبلت مايكرو تيبيول. تمام، خلي اجابتك كامله كده. الاورنج بيشاور لايه؟ للسبوكس، للتسعه راديال سبوكس. نبص على الصوره دي مجمعه كل حاجه. طالما اتنينات على الطرف، اتنينات، يبقى الكلمه الصغيره السيليا. ومين اللي في النص دول؟ السنجلت. ولو شاور لك على حاجه ما بين السنجلت، بيبقى بريدج، كوبري ما بينهم. وحاجه سودة، حاجه سودة حواليهم، ده الشيس، ده السلندريكال شيس اللي كنت بقول لك عليه. الاسود اللي حواليهم السلندريكال شيس. طب مين اللي طالع منهم؟ السبوكس، تمام. طب مين دول؟ الدوبلت. طب مين اللي يمت بره؟ الداينين ارم. طب اللي جوه؟ الانتر دوبلت لينك. يبقى اللي بره داينين، اللي جوه الانتر دوبلت لينك. طب اللي بيوصل ده، اللي بيوصل بالشكل ده السبوك. نراجع كل اللي احنا قلناه. الصوره دي تعبر عن ايه؟ او البت بعد كده بتعمل كوتد فيزيكال. الريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس عن طريق الريسبتور. القوس بتاعك ان الريسبتور بيتعرف على سبيسيفيك موليكيول اسمه اللايجنت، بعد كده بيكونه بت، والبت تكون كوتد فيزيكال. هنا الصوره دي مين؟ دي حفره صغيره، مايكرو باينوسايتوزس. اما هنا حفره كبيره، ماكرو باينوسايتوزس. هنا القوس بتاعك هتقول ان السيل ممبرين عمل انفاجينيشن عشان ياخد الفلويد، يعمل كولكشن للفلويد، ياخده في قلب ايه؟ في قلب مايكرو باينوسايتوتيك فيزيكل. هناك بقى السيل ممبرين طلع بروسيس، سيبك من انديليوتنج ممبرين، خد حاجه اسهل. كابتشر الدروبلت اوف ووتر، خد شويه ميه في قلب ايه؟ في قلب ماكرو باينوسايتوتيك فيزيكل عن طريق الاندوسايتوز. الصورة دي تعبر عن ايه؟ تعبر عن الفري رايبوسوم. اما هنا الراف اندوبلازميك ريتيكولم مع اتاتشد رايبوسوم. طب الفري رايبوسوم، السهم الاحمر بيشاور لك على ايه؟ على الروزت شيب اللي هي البوليزوم. طب الازرق بيشاور على ايه؟ على السنجل رايبوسوم. طب لو قال لك الكوز، هتقول له انا شايف حويصلات غامقه، كور غامقه، الكترون دينس سفيريكال جرانيول. ممكن تكون فري رايبوسوم. الفري رايبوسوم دي اللي هي ممكن تكون سنجل او بوليزوم، تمام، اللي هي روزيت شيب.
طب الكومنت بتاع الصورة دي هتقول لي elongated balliary tubule. الكومنت بتاع الرف العادي elongated balliary tubule عليها electron dense spherical granule. تمام. احنا قلنا معلش elongated balliary tubule عليها electron dense spherical granule. تمام. تبيول انابيب اهي عليها جرانيول تبيول عليها جرانيول. النغمة خدعتني. بعد كده الجرانيول دي اسمها ايه؟ ريبوسومات، ماسكة فين؟ على السيتوبلازميك سيرفيس. الاتنين بيصنعوا بروتين، بس الفرق بقى الفري رايبوسوم بتصنع البروتين اوف ذا سيل، البروتين بتاع الخليه. اما الاتاتشد الار اي ار ويز اتاتشد رايبوسوم بتصنع البروتين فور سكريشن اللي هنفرزه، او ان هو يشتغل البروتين اللي هنعمله ستورج كلايسوسومات. تمام. او نعمل انتجرال بروتين يبقى موجود على الممبرين. لا انتجرال بروتين على الممبرين، لا اما يخرج بره ويكون سكريتور جرانيول، لا اما نقعد جوه ونكون لايسوسومات. بيقول لك بتصنع الريبوسومات في النيوكليس، لا في النيوكليولاس. هي ممبرينس، لا نون ممبرينس. دي مين على طول؟ تقول لي ده تي اس ترانسفيرس سيكشن في المايكروتوبيول. هتبدأ توصف لي الكوز عند ليس دين سكور وعند الوول مكون من 13 بروتو فيلامنت متنظمين في سبايرال تشين. طب المايكروتوبيول بتتكون من مادة اسمها ايه؟ التيوبولين، عبارة عن ايه؟ الفا وبيتا. طب المايكروتوبيول بتصنع ايه الفانكشن بتاعتها؟ بتعمل السيتوسكيلتون والسنتريول والميتوتيك سبندل، 3 حاجات وشكرا. سيتوسكيلتون، سنتريول، ميتوتيك سبندل. يبقى المايكروتوبيول الميتوتيك سبندل واس وسي سي سيتوسكيلتون وسنتريول. وكنت بشوفها ازاي؟ بجيب انتي بودي ضد التيوبولين فبتبان لي في شكل خيوط زي ما انت شايفه. تمام. في الاميون فلورسنت تكنيك. يبقى الاجابه صح هنا. وده مين؟ ده اللونجيتيودنال سيكشن. طالما باينه اكنها خيوط كده، خيوط، يبقى لونجيتيودنال سيكشن اوف مايكروتوبيول. وده برضو لونجيتيودنال سيكشن. طب لما تقول تيجي تقول لي الكوز يعني، يبقى لونج ستريت سلندر، انابيب اسطوانات لونج ستريت سلندر structure. مالها بقى؟ ليها diameter uniform diameter with variable length. الطول مختلف ولكن الدايمتر القطر واحد، الطول مختلف والقطر واحد، الطول مختلف والقطر واحد. طب الصورة دي اجي ابص على الطرف الاقي 3 كور، 3 يبقى الكلمة كبيرة سنتريول، يبقى ده السنتريول. السنتريول في قلبيه في النص سنترال هاب، السنتريول في سنترال هاب في النص، بيطلع منه سبوكس العصيان، سبوكس اللي انت شايفها دي سبوكس. يبقى الاخضر السنترال هاب، الاحمر اللي هو السبوكس، ال9 راديال سبوكس. طب الازرق ال9 تريبلت يعني 3، 9 تريبلت مايكروتوبيول. طب ده مين؟ ده البروكسيمال اند ولا الديستال؟ لا ده البروكسيمال اند. طب الديستال كان في ايه؟ الديستال اوكتيجونال ستراكشر. طب الكوز هتوصف اللي انت قلت، اللي احنا لسه قايلينه، ان الوول مكون من 9 تريبلت وبيحاوط اليومن سنترال اليومن ده. فعنده البروكسيمال اند بتاع اليومن موجود فيها ايه؟ موجود فيها شكل العجله، شكل عجله العربيه، كارتويل ابيرنس او كارتويل شيب. تمام. اللي هو عباره عن ايه؟ ابدا اوصف سنترال هاب و9 سبوكس. يبقى انا بوصف من بره لجوه اللي انا شايفه، مفيش اسهل من كده. طب وظيفه السنتريول ايه؟ تكوين الميتوتيك سبندل وتكوين الموتايل ستراكشر شبه السيليا والفلاجيلا، الميتوتيك والموتايل ستراكشر شبه السيليا. طب دي مين؟ ما تنساش هناك تقول السنتريول ترانسفيرس سيكشن. هنا مين بقى دي؟ هتلاقي اتنينات على الطرف، يبقى الكلمه الصغيره يبقى السيليا. بس مين؟ الشيفت اوف سيليا، لانك ولا شايف فيزال فود ولا شايف روتلس، فما ينفعش تقول سيليا لانها ناقصه الكومبوننت دول، فبالتالي ما ينفعش تقول سيليا. ده الشيفت بتاع السيليا. وتبدا تتكلم عن الكوز بتاعك. انت بتتكلم ليه ده شيفت، هتبدا تتكون عن مكونات الشيفت. تقول لي 2 سنجلت محوطين 2 سنجلت سراوندد باي سلندريكال شيس. وتقول لي التسعة دوبلت في الوول كومبوزد اوف 9 دوبلت بينهم انتر دوبلت لينك. وعاوز تقول كمان احلى حاجه تقول كمان اللي هو ال9 سبوكس كمان معاك. يبقى 2 سنجلت محوطين بسلندريكال شيس و9 دوبلت على الطرف، الوول مكون من 9 دوبلت بينهم انتر دوبلت لينك، وعندي 9 راديال سبوكس. انا بوصف اللي انا شايفه. طب وظيفه السيليا ايه؟ ان هي بتعمل سبريدنج للفلويد او الميوكس، سبريدنج للفلويد او الميوكس على السيرفيس بتاع الخليه عن طريق ايه؟ ريزميك بيتنج ان وان دايركشن، ريزميك بيتنج ان وان دايركشن. طب لو غاب الداينين ارم هيحصل اموتايل سيليا اللي هي نفسها الكارتيجنال سندروم. الافضل تقولها على بعضيها اموتايل سيليا از ان كارتيجنال سندروم عشان تاخد الدرجه كامله. موجوده فين؟ في الريسبيراتوري والجينيتال. طب لو شاور لك هنا قال لك مين اللي يمت جوه دي؟ اللي يمت جوه الانتر دوبلت لينك. طب اللي يمت بره بتمسك الدوبلت بالدوبلت بس يمت بره، دي الدايانين ارم.
يا دكاترة الصورتين دول مهمين جدا. شفت الشعر اللي بتاع الرجالة لما يجوا يحلقوا شبهه بالظبط؟ ده مين؟ ده المايكرو فيلامنت. المايكرو فيلامنت عاوز تقول اكتين، عاوز تقول مايكرو فيلامنت، الاتنين صح تمام. اكتين فيلامنت، دي فورمينج باندلز، دي فورمينج شيتس. يبقى الصورة دي عبارة عن باندلز حزم، زي ما انت شايف، حزم الميكروفيلامنت متجمعة مع بعضها وعاملة حزم. وهنا عاملة شيتس او نتورك، لا تقول شيتس لا تقول نتورك. يبقى هنا باندل، هنا شيتس او نتورك تمام. القوس بتاعك، لان انا شايف سيرد لايك ستراكشر. ستراكشر تركيب عبارة عن سيرد لايك، عامل شبه الاحبال سيرد لايك ستراكشر. بيعملوا ايه؟ لا اما يكونوا باندلز زي الصورة دي، لا اما يكونوا شيتس تحت السيل ممبرينز شبه في الصورة دي تمام. انواع الميكروفيلامنت مهمه. انا عندي سن شبه الاكتين، هنا بيقول لك صك شبه الاكتين، غلط. سن شبه الميوسين، لا الميوسين صك، الميوسين صك تمام. الانترميديت بتكون نيوروفيلامنت موجوده في النيرف والجليال نيرف سيل، صح. الانترميديت فيلامنت موجوده في الجهاز العصبي. بنسميها نيوروفيلامنت. الانترميديت دي بنسميها نيوروفيلامنت لانها موجوده في النيرف سيل والجليال نيرف سيل. بعد كده الاورجانيل ده نون ممبرينس، طبعا الفيلامنت نون ممبرينس. هعد ده تاني على السريع. يبقى الصوره دي لو جات لك دي مين؟ هتقول لي مايكرو فيلامنت او اكتين تمام. لو الصوره دي يبقى فورمنج باندلز، حزم زي ما انت شايف، حزم متجمع وعاملين حزم. هنا ممكن تقول نتورك افضل، نتورك. مايكرو فيلامنت فورمنج نتورك تمام. ابير ازاي؟ سيرد لايك ستراكشر. الكوز بتاعك يعني المنشن كوز زي appear as third like structure. third like structure بيعمل ايه؟ الاستراكشر اللي عامل زي الاحبال دي بتكون لا اما باندلز لا اما شيتس تحت السيل ممبرين. شيتس اللي هي الصوره دي، باندلز اللي هي الصوره دي تمام. الوظيفه بتاعته بيكون السيتوسكيلتون، الميكروفيلامنت بيكون السيتوسكيلتون بتاع الخليه. السن مايكروفيلامنت هو الاكتين، اما الصك هو الميوسين. طب الانترميديت بنسميها نيوروفيلامنت، موجوده في النيرف سيل والجليال سيل تمام، يبقى ترو. الاورجانيل ده نون ممبرينس، ايوه صح. طب الصورة دي ورد منطور في كل حتة، ورد منطور، ورد منطور في كل مكان. دي مين؟ دي الجلايكوجين جرانيول. ولا تقول لي الفا ولا تقول لي بيتا، قول لي جلايكوجين بس، جلايكوجين جرانيول بس تمام. الدكتور اكدت على كده. جلايكوجين جرانيول فورمينج روزيت شيب، عامله شبه الورد. جلايكوجين جرانيول فورمينج روزيت شيب، ورده كذا ورده. جلايكوجين جرانيول فورمينج روزيت شيب تمام. الوصف بتاعك انت شايف ايه؟ شايف حاجات غامقه، جرانيولز غامقه، الكترون دنس جرانيول مترتبه ازاي؟ في شكل كلاستر، تجمعات. الجرانيولز دي متجمعه مع بعضيها عشان تديني شكل معين، اللي هو شكل ايه؟ شكل الورده تمام. يبقى جلايكوجين جرانيول فورمينج روزيت شيب. لما اقول لك الكوز هتقول لي الكترون دنس جرانيول تمام. ارينجد ان كلاستر، متجمعه مع بعضيها. بتعملوا ايه؟ بنعمل ورده، متجمعين بنعمل ورده. ارينجد ان كلاستر فورمينج روزيت شيب تمام. الجلايكوجين جرانيول موجوده فين؟ في الليفر وفي المصل. في الليفر دي الالفا في الليفر، الالفا في الليفر تمام. اما البيتا جلايكوجين جرانيول في المصل، لان معروف ان الجلايكوجين بيتخزن في الكبد والعضلات عشان ما نحتاجهم يعني، ما نحتاجه. يبقى الجلايكوجين موجود في المصل والليفر تمام، از جرانيول موجود في هيئه جرانيول. البيتا فين؟ البيتا في المصل. اما الالفا في الليفر، الالفا فيه الليفر فيه. هعد ده تاني على السريع. الشكل اللي قدامك ده شكل ورد، هيبقى مين؟ دي على طول تقول الجلايكوجين جرانيول. طب الكومنت الكوز بتاعك هتقول لي الكترون دنس جرانيول ارينجد ان كلاستر، تجمعات زي ما انت شايف، فورمينج روزيت شيب، عامله ورده. انواع الجلايكوجين جرانيول الفا وبيتا. الفا فين؟ في الليفر. طب البيتا في المصل. دي برضو جرانيول بس بنسميها سكريتوري جرانيول. ما تقوليش ليبيد دروبلت، غلط، الدكتوره قالت غلط، قول لي سكريتوري جرانيول. يبقى دي مين اللي شايفها دي؟ الجرانيولز اللي انت شايفها دي سكريتوري جرانيول. واضح جدا ان هي سفيريكال كور، سفيريكال الكترون دنس جرانيول تمام. انا شايف جرانيولز غامقه ومكوره، غامقه لونها غامق وفي شكل كوره، يبقى سفيريكال الكترون دنس جرانيول تمام. وواضح جدا ان حجمها مختلف، في صغير، في كبير قوي تمام. اوف فاريبل في السايز، هي مختلفه في الحجم، فاريبل في السايز، موجوده في البنكرياس تمام. يبقى الصوره اللي انت شفتها دي بتاع مين؟ السكريتوري جرانيول. طب الكوز بتاعك الكترون دنس سفيريكال جرانيول، انا شايف سفيريكال جرانيول وغامقه الكترون دنس ومختلفه في الحجم. انا بوصف اللي انا شايفه، فاريبل في السايز، موجوده في البنكرياس. واضح جدا ان هي ملهاش غشاء تمام. هي نون ممبرينس الجرانيول دي، نون ممبرينس. السكريتوري جرانيول اللي انت شايفها دي ملهاش غشاء.
مهم النقطة دي قوي، أكد لي عليها. السكريتوري جرانيول اللي أنت شايفها دلوقتي ملهاش غشاء، نون ممبرينس. نقرا الكومنت. ايدنتيفاي، هتقول له السكريتوري جرانيول. الكوز بتاعك اسفيريكال الكترون دنس جرانيول، مالها مختلفة في السايز زي ما أنت شايف، موجودة فين؟ في البنكرياس. تمام. الجرانيول دي مالها ممبرينس؟ لا، نون ممبرينس، يبقى الإجابة فولس. صورة البصمة دي الميلانوسوم. الميلانوسوم شكلها عامل ايه؟ الكوز بتاعك elongated، مطولة اهي elongated وعلى شكل معين elongated lozenge shape. لوزنج يعني معين. elongated lozenge shape، مهم الوصف. elongated lozenge shape، elongated lozenge shape structure. تمام. with membrane bounded، محاطة بغشاء. طب انت حوطت بغشاء واتحطيتي فين بقى؟ اتحطيت في قلب الميلانوسايت، موجودة في قلب الميلانوسايت. طب انت فيكي ايه بقى؟ فيكي ميلانين، فيكي اندوجينوس بيجمنت اللي هي الميلانين. هعيد الوصف تاني. الكوز بتاعي elongated lozenge shape، elongated lozenge shape structure with membrane bounded، محاطة بغشاء. طب اتحوطت بغشاء واتحطيتي فين؟ في الميلانوسايت. طب انت فيكي ايه؟ فيكي ميلانين. ده الكومنت بتاع الكوز بتاعي. اقرا معايا. identify البصمه ميلانوزوم appear as elongated lozenge shape structure. تمام. which is membrane bounded، محاطه بغشاء. تلاقيها فين؟ ميلانوزوم في الميلانوسايت. تمام. في قلبك ايه؟ ميلانوزوم، في قلبها ميلانين، يعني كل حاجه من الاسم. الميلانين ده كان ايه؟ اندوجينوس بيجمنت. اندوجينوس لانه موجود في جسمنا في قلب الجلد، هو اللي بيدي الجلد اللون الاسود. ده شكل مين؟ ده شكل النيوكليس. تمام. انا عدلت لك الاسهم النهارده. الاحمر احنا قلنا ده البريفرال كروماتين اللي موجود على الطرف. السهم الازرق بيشاور على النيوكلير انفلوب او نيوكلير ممبرين، تمام، اللي بيحوط النيوكليس. الاخضر بيشاور على على النيوكليولاس اسوكييتد كروماتين. النيوكليولاس اسوكييتد كروماتين، الكروماتين اللي متعلق بالنيوكليولاس. طب البرتقاني ده ما تقوليش ايوكروماتين. الايوكروماتين ما بيتشافش. يبقى البرتقاني ده بيشاور على الحاجات النقط السوداء اللي موجوده في قلب الماتريكس، اللي هو الكروماتين ايلاند. يبقى البرتقاني كروماتين ايلاند. شكلك تهت مني. نعيد تاني. الازرق بيشاور على النيوكليو انفلوب اللي بيحوط النيوكليس. طب الاخضر بيشاور على الكروماتين اسوكييتد نيوكليولاس. طب البرتقاني كان بيشاور على مين؟ على النقط السوداء اللي موجوده بنسميها كروماتين ايلاند لانه عايم في الماتريكس. طب الاحمر ده بيشاور على ايه؟ على الكروماتين اللي على الطرف، على البريفرال كروماتين. طب هتقولي لو قلت على دي نيوكليس هتوصف اللي انت قلت الكوز بتاعك، لان انا شفت it consists of اول حاجه من بره لجوه نيوكلير انفلوب، تمام، او ممبرين. وبعد كده كروماتين اللي هو متوزع قدامك ده لبريفرال وايلاند والكلام ده. وبعد كده شفت نيوكليولاس، تمام. بعد كده شفت ماتريكس، تمام. يبقى انا هوصف اللي انا شفته. انا شفت نيوكلير انفلوب، تمام. بعد كده لازق فيه كروماتين، بعد كده الماتريكس، بعد كده النيوكليولاس. خلصت. ده الكومنت بتاعي. نيوكلير انفلوب، كروماتين، نيوكليولاس، نيوكلير ماتريكس. احفظ لي 2 فانكشن للاورجانيل ده اللي هو النيوكليس. سينسز اند ستورج الار ار ان اي. معروف ان تصنيع الار ار ان اي بيتم في النويه اللي هي جوه النواه، فنعتبرها وظيفه من وظائف النواه. تمام. سينسز اند ستورج اوف ار ار ان اي. تمام. وفي نفس الوقت الريبرودكشن اوف ذا سيل. النيوكليس حاجه مهمه جدا للخليه لما تيجي تنقسم، لان النيوكليس في قلبها الكروموسومات المهمه للانقسام وتضاعف الخليه. فسينسز اند ستورج اوف ار ار ان اي والريبرودكشن اوف ذا سيل، التكاثر بتاع الخليه اللي هو السيل ديفيجن. هعيد تاني. الفانكشن سينسز اند ستورج اوف ار ان اي، ريبرودكشن اوف ذا سيل اللي هو السيل ديفيجن. بيقول لك هنا الكروماتين مكون من كويلد ستراند من الدي ان اي. ايوه، عباره عن دي ان اي ملفوف حوالين بيزك بروتين اللي هو الهستون. تمام، ده مظبوط. الكروماتين عباره عن ستراندس من الدي ان اي ملفوفه حوالين بيزك بروتين اللي هو الهستون. يبقى ترو. الصوره دي بتاع ايه؟ نيوكلير بور كومبلكس. واضحه جدا. نيوكلير بور كومبلكس هم موضحه. الصوره دي للنيوكلير بور كومبلكس واضح جدا. هتلاقي في حاجه فوق يعني صوره فوق وصوره تحت. ده النيوكلير بور كومبلكس اللي هو الحاجات اللي بتحوط البورز اللي حوالين النيوكلير. كان مكون من 4 بروتينات اللي هو الكوز بتاعك هو التكوين بتاعه. السكافولد، الترانسبورتر، الساك فيلامنت، الباسكت. السكافولد، الترانسبورتر، الساك فيلامنت، الباسكت. السكافولد، الترانسبورتر، الساك فيلامنت، الباسكت. اهو الكوز بتاعي ده النيوكلير بور كومبلكس. الكوز بتاعي 4 بروتين اليمنت. سكافولد، ترانسبورتر، ساك فيلامنت، الباسكت. سكافولد، ترانسبورتر، ساك فيلامنت، باسكت. الفانكشن مهم قوي ان هو بيعمل باسيف موفمنت او باسيف ترانسبورت اكروس النيوكلير انفلوب، لان البورز دي موجوده في الغشاء بتاع النواه. فبالتالي البورز دي بتسمح بباسيف موفمنت او باسيف ترانسبورت عن طريق النيوكلير انفلوب للحاجات اللي اقل من 9 نانو. الشانل بتعدي الحاجات اللي اقل من 9 نانو. في اي اي
اللي هي عن طريق بواسطة يعني 9 نانو اوبن تشانل، في تشانل مفتوحة كده بتاع القطر الدايمتر بتاعها 9 نانو، فأي حاجة أقل من 9 نانو بتعدي تمام بالباسيف من غير ما نستهلك طاقة. يبقى باسيف موفمنت اكروس النيوكلير انفلوب في اي 9 نانو اوبن تشانل. وكل البروتينات او معظم البروتينات بغض النظر عن السايز بتاعها بتعدي في الاتجاهين بالاكتيف ترانسبورت. يبقى احنا موست اوف بروتين بغض النظر عن حجمها بتعدي في الاتجاهين بالاكتيف ترانسبورت. يبقى موست اوف بروتين regardless of size، سواء انت كبيره او صغيره وهتعدي داخله او خارجه هتدفعي طاقه، هتستهلكي طاقه، هيبقى بالاكتيف ترانسبورت. المعلومات دي مهمه، ان السايت بتاع النيوكليس ممكن تكون سنترال او اكسنتريك تمام شبه في الفات سيل. النمبر بتاع النيوكليس مهم، ممكن في الاغلب بتكون سنجل، ممكن تكون 2 في الهيباتوسايت، ممكن تكون اكتر من 2 في السكريتال ماسل فايبر، ممكن تكون ما فيش نواه خالص شبه الاريثروسايت اللي هي الار بي سيز. هعيد تاني، في الاغلب النواه بتكون هي في النص، ممكن تتطرف لما الفات يزقها يبقى في الفات سيل وتبقى اكسنتريك تمام. العدد بتاعها في الاغلب بتكون واحده، بس ممكن تكون 2 شبه خلايا الكبد، ممكن تكون اكتر من 2 شبه في الماسل فايبر، ممكن مش موجوده اصلا في الخليه شبه في الاريثروسايت اللي هي الار بي سيز. قبل ما نختم هنعيد الوظيفه بتاع النيوكلير بور كومبلكس عشان مهم. بيعمل باسيف موفمنت للموليكيولز اكروس النيوكلير انفلوب عن طريق تشانل القطر بتاعها 9 نانو تمام. والموست اوف بروتين سواء كبير او صغير اللي هو regardless of size، سواء هتخش او هتخرج باص ان ايزر دايركشن، هتعدي اونلي باي بتعدي بايه بالاكتيف ترانسبورت، هتدفع طاقه. ما تنساش دي الجلايكوجين جرانيول، دي مين السكريتوري جرانيول. وما تنساش ان دي نون ممبرينس، سكريتوري نون ممبرينس تمام. وما تنساش كلمه روزت شيب، دي الكترون دنس ودي الكترون دنس، دي مختلفة في السايز، دي عاملة روزت شيب، هتكتب الكترون دنس جرانيول arranged in cluster forming روزت شيب تمام. اما دي سفيريكال الكترون دنس جرانيول مختلفة في السايز، ده اهم نقطة، وروزت شيب هناك اهم نقطة. هنا بتاع الميلانوسوم مهمة جدا، elongated elongated lozenge shape، elongated lozenge shape structure حواليه membrane which is membrane bounded. بنلاقيها فين؟ في الميلانوسايت، وبتخزن ميلانين، والميلانين ده endogenous pigment. متنساش التعديل ده، الاخضر قلنا nucleus associated chromatin، اما البرتقاني قلنا الكروماتين ايلاند. ما تنساش برضو ان الدوبلت بتمسك بالدوبلت بحاجتين، لا اما الداينين ارم لا اما الانتر دوبلت لينك. لو شاور لك على الاسود اللي يمت بره ده الداينين ارم، طب لو شاور لك على الاسود اللي يمت جوه هيبقى الانتر دوبلت لينك. ما تنساش ان دي المايكروفيلامنت بتكون باندلز الشكل ده، اما دي بتكون شيتس. وقلنا السين مايكروفيلامنت هو الاكتين، اما الصق مايوسين، السميك مايوسين.